بما اننا في رمضان او يعني يعني خلاص في اخر رمضان عديها باولو ما انتش يا باولو. فاحنا في مصر في حاجات كتير قوي بنتميز بيها في رمضان، بس الحاجات دي للاسف ما بقتش موجوده او بمعنى صح اختفت عشان ظهر جيل جديد ما يعرفش الحاجات دي. اصل كله مشغول بجعفر العمدة يا جماعه، هو قاعد جنب سيف وما يعرفش ان هو ابنه، والجمهور كله عمال يقول له ان هو ابنه. انت ايه حكايتك؟ ايه حكايتك؟ قول لي ايه حكايتك؟ وطبعا الحاجه اللي احنا بنستناها كل سنه وهي الاعلانات. يا جماعه احنا بنستنى الاعلانات لان احنا بنتفرج على اعلانات، وفي الفواصل بنتفرج على جزء من المسلسل، بعد كده بنرجع تاني للاعلانات. بس للاسف حتى الاعلانات ما بقتش مفهومه، ما بقتش حلوه كده، تحس انه خلاص ما بقاش فيه اي افكار. يعني محمود العسيلي يا عيني من 2018 بيعمل اعلانات مع بنك مصر عشان يقدر يسدد قروضه، لا وكمان السنه دي بيزود وبيعمل اعلانات ظاهره تقريبا عليه اقساط كتير. فحقيقة أنا عايز أسأل الشركات اللي بتعمل الإعلانات دي، إحنا في شهر إيه؟ رمضان. يعني الإعلانات المفروض تكون عن إيه؟ عن رمضان، يعني هتعملها عن ايه؟ بس الاعلانات السنه دي بقى بتتكلم عن حاجات تانية خالص، اللي هي عافر بقى وكده، اسعى بقى وبتاع، انجح بقى والكلام ده، عارفين انتوا الكلام ده. بس الحقيقه في شركه واحده بس هي اللي قدرت تفكرك برمضان الحقيقي اللي عشت فيه انا وانت، واللي الجيل الجديد ما يعرفش عنه حاجه حرفيا. هنا انا بتكلم عن شركه بيبسي وعن اكبر حمله عملتها واحنا كلنا اتاثرنا بيها، حمله يلا نكمل لمتنا. النهارده هاخدكم معايا في رحله ذكريات حقيقيه هتخليك تفرح وتتاثر حقيقي، ونشكر بيها الناس اللي كانوا قائمين على الاعلانات دي. فيلا نبدا وحوي يا وحوي، قصدي اكشن يا ابني. بيبسي كانت مشهورة بإعلانات بتحكي قصة وفي نفس الوقت بتكلمك عن قيم فينا إحنا كشعب وعن لحظات حلوة بتحصل لنا في رمضان. وده كان عن طريق إعلانات زي إعلانات دنيا سمير غانم اللي كانت واخدة طابع الفوازير، أو إعلانات أحمد مكي اللي كان بيتكلم فيها عن الكرم وعن الهدوء وعن السمات اللي المفروض تكون فينا في رمضان وبره رمضان، أو عن إعلان أحمد عز والفنان الكبير الله يرحمه الفنان خالد صالح وأحمد عيد. يعني تخيلوا في حد فاكر الإعلان ده أصلا؟ بس شركة بيبسي قررت في سنة 2013 إنها تعمل فكرة جديدة ومختلفة تفكر فيها الجيل الجديد بروح رمضان الحقيقية العايشة جوانا. فخلينا نبدأ بأول إعلان في الحملة بتاعتنا، وهو إعلان 2013. فكرة الإعلان هو إن الناس تفتكر رمضان بتاع زمان، رمضان الحقيقي، رمضان اللي الجيل الجديد ما يعرفش عنه حاجة، لا وكمان يخلي الناس اللي عاشت الذكريات دي تفتكر الذكريات دي كأنه حنين للماضي أو نوستالجيا. وده عن طريق عوامل كتير جدا كانت موجودة وواضحة في الإعلان من بدايته، زي لمة العيلة بعد الفطار، الضحك والهزار، والشاب الصغير اللي مش مبسوط من القعدة دي، اللي هو عايز ينزل بأي طريقة ومستني أي حد من صحابه يكلمه. وده بيبين الفرق ما بين الأجيال مع شكل العمارة والأجواء الرمضانية اللي موجودة. وده بالتالي بياخدنا للعامل الأهم وهو الرموز. فكرة الإعلان الأساسية أو الأصلية أو المغزى منها إن ليه ما نجيبش الرموز أو الشخصيات اللي كانت موجودة في حاجات زي الفوازير والشخصيات القديمة في المسلسلات وغيرها كتير، بس التويست بقى هنا هو إننا نجيبهم في نفس السن أو الفئة العمرية اللي كانت موجودة في الفوازير والأعمال الرمضانية. هي الفكرة ببساطة ان كنا عايزين نفكر الناس برمضان بتاع زمان، رمضان بتاع اللمة والفرحة والعيلة. فقلنا نجيب الرموز اللي كانوا بيفكرونا برمضان زمان او اللي حببونا في جو رمضان بتاع زمان. فجبنا الرموز اللي انتوا شايفينهم في الاعلان، بس جبناهم في السن اللي حبيناهم فيه او عرفناهم فيه. ودي لوحدها يعني حسست الناس بعظمة العمل نفسه. وفكرة اننا نجيب الممثلين اللي عملوا الاعمال دي في الاعلان زي الاستاذ الكبير الفنان القدير الله يرحمه ويغفر له سمير غانم لما رجع عمل دور فطوطة. جدعان بالله عليكم مين اصلا مش بيحب فطوطة؟ انا طبعا سعدت جدا مجرد ما جت الاشارة لان فطوطة، يعني انت عارف فطوطة ده بالنسبة لي ابني الغير شرعي، لان مش عارفين له ام لغاية دلوقتي، انما انا بموت في هذه الشخصيه. وبمساعدة السي جي اي ظهر فعلا فطوطة، مع انه ده كان واحد تاني تقريبا او طفل. والموضوع بقى كان اجمد مع الفنانة نيلي، ايوه يا جماعة نيلي بتاعت الفوازير، وده لانها هي كمان ظهرت في الاعلان. والسي جي اي خلاها تظهر بشكل وسن فترة الفوازير زي فوازير عالم ورق. ولكن كانت المفاجأة الاكبر هي ظهور الاستاذ الكبير فؤاد المهندس الله يرحمه في الاعلان. وده حصل بالكامل عن طريق السي جي اي، قدروا انهم يبنوا شكل الاستاذ فؤاد بالكامل من السي جي اي. وحقيقي على السنه اللي اتعمل فيها الاعلان ده بالتقنيات المستخدمه بالشكل البروفيشنال ده، فده ما يحيلكش اصلا ان الاعلان ده اتعمل في سنه 2013. كميه التعب والمجهود اللي اتعملت في العمل ده كان وراها حب كبير جدا للشخصيات والرمضان. فعشان كده كان عندهم حرص ان هم يوصلوا رساله حقيقيه ان رمضان مش هيحلى
الا لما نكمل لمتنا. وده كان الجزء الاول من الفيديو، وفي جزء تاني هينزل هنتكلم فيه عن اعلان تاني من ضمن الحمله، والاعلان ده اثر فينا جدا، فما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان تلحق تشوف الجزء التاني. وبس كده، فركش.